ومينا بتتبلغ بالقرار وهي مبتسمة ومطمنة أخيرا، وكوكورو كمان بتعرف وبتفرح، بس بتقول لازم أكون أقوى عشان لو خرج عن السيطرة مرة تانية أقدر أوقفه. وباقي الفرقة كلهم بيعرفوا الخبر وبيكونوا متحمسين وفرحانين جدا، ورينو بيقول كنت واثق إنه هيرجع، والمرة الجاية لما أقابله هكون أقوى. والرقيب هوشنا كمان فرحان وبيقول مهمة كافكا هتكون صعبة لأنه لازم يثبت إنه مفيد، لأنه مش سهل إن إحنا نقبل كايجو في صف البشرية. وبنشوف كافكا نايم على نفسه رغم إن القائد لسه موجود وبيقول انتظريني يا مينا. بعدها بنشوف شخص ملقب برقم 9 الأول في الشطرنج على البلاد، وهو كايجو رقم 9. بيلعب شطرنج عشان يطور ذكائه لأنه مؤمن إن سلاح البشرية مبني على تراكم المعرفة عبر الأجيال، وقدامه مخططات القاعدة والجيش لأنه بيخطط لهجوم كبير. وبيقول حان الوقت لنكسب قوة الكايجو التي سقطت في أيدي البشر لصفنا. وبكده الموسم الأول بيخلص، بس الموسم الثاني هيكون أحلى ومعاركه أقوى، واللي شاف إعلان الموسم الثاني وكمان المانجا عارف كلامي كويس، فانتظرونا في الموسم الثاني. سلام.